كاينين 10 ديال الاخطاء كديرهم فاش كتبغي تتعلم اللغه الانجليزيه، والا كان عندك منهم غير 5 ثق بيا نعطيك عامين 5 سنين ما غاديش تتعلم، وملي غتعرف هاد الاخطاء غادي تضرب التعلم ديالك في 10 ديال المرات، والحوايج اللي كانوا كيجيوك صعاب غادي يوليو يجيوك ساهلين. 9 ديال الاخطاء غتكون كديرهم، لكن ال10 غنعطيها لك كادو من عندي، وحتى شي واحد راه ما غيقدر يقولها لك. وهاد النقطه ال10 هي المهمه اكثر من هادشي اللي غتسمع كامل. ودير في بالك هاد الفيديو راه ماشي نصائح، هاد الفيديو باش نصلح ليك الطريق من الجذور ديالها، وكيف ما ديما غنختبرك في هذا الفيديو، فاعطي كل التركيز ديالك لان هذا الموضوع مهم بزاف ليك. اسمع مزيان، اول خطوه خصك ديرها في تعلم اللغه الانجليزيه هو تشوز يور اكسنت. خاصك تختار اللهجه ديالك، واش بغيتي بريتيش اكسنت ولا امريكان اكسنت. والا ما فهمتيش شنو الفرق ما بين هاد الجوج نعطيك هذا المقطع شوفو. This town has its own particular gravity. هذا اللي سمعتي امريكان اكسنت. ندوزو نشوفو بريتيش اكسنت. This parlor is for my own particular use. ودابا بغيتك تسمعهم بجوج. This town has its own particular gravity. This parlor is for my own particular use. ها انت دابا لاحظتي واحد الفرق كبير ما بين هاد جوج لهجات، وهنا كيجي الاختيار ديالك شنو بغيتي تتعلم. ولكن خليني نقول لك علاش ضروري خصك تختار لهجه قبل ما تبدا تتعلم. راه في بعض الاحيان راه ماشي غير النطق اللي كيختلف، راه حتى الكلمات كيختلفوا. على سبيل المثال كار بارك، باركينغ، لوت، ليفت، اليفيتور، فلات، ابارتمنت، بسكويت، كوكيز، اندرغراوند، سابواي. ها انت دابا فهمتي، فراه ضروري خاصك تختار واش انجليش امريكان ولا انجليش بريتيش. فشارك معايا في التعليق وقول لي شنو هي الاكسنت اللي كتعجبك وغنعطيك نصيحه شنو غتتعلم. ثاني حاجه هو اختار مصدر واحد ديال التعلم، وهذا الخطا كيديروه بزاف ديال الناس اللي كيبغيو يتعلموا اللغه الانجليزيه. كيبقى كينقز من مصدر لمصدر، كتبع فيديوهات شويه، كتمشي لابليكاسيون شويه، كتمشي للافلام، وكتبقى تدور عليهم كاملين بلا فايده. ولكن خليني نقول لك علاش ضروري تتبع مصدر واحد. وشوف هاد اللقطه، فهاد اللقطه شفتي غير الناس هربانين وواحد شاد هذيك العصا وكيتسنى شي حاجه راها جايه. فهنا انت بلا ما تشعر بغيتي تعرف شنو هذاك الشيء اللي جاي وعلاش هذوك الناس هربانين، وعلاش قدرتي تهتم بهاد التفاصيل، حيت عندك مشهد واحد وسياق واحد. عقلك كيعيش هذيك اللحظه وكيشد التفاصيل وكيبغي يعرف حتى النهايه. ولكن لو جبت لك 10 اللقطات مختلفين، واش غيكون عندك اهتمام ولا غتعقل على شي حاجه؟ الجواب هو محال. علاش؟ حيت ما عندكش خطه وحده وما كاينش استمراريه وما كاينش حتى روابط. ونفس الشيء كيوقع في التعلم ديالك ديال اللغه الانجليزيه. الا بقيتي كتنقل ما بين الابس والافلام والمحتويات اللي مختلفه، هنا عقلك راه ما كيتعلمش. كل تنقل درتيه كيولي عاود يبدا من الزيرو. ثالث حاجه، ما تتبعش الناس اللي كيعلموك بالترجمه، سواء كلمات ولا جمل. الترجمه ما كتخليش عقلك يتعلم وكيخدم جوج المرات اكثر. باش تفهم شوف هذا المقطع هذا. Right. Close the door. Sure. So, you know. هنا عقلك دار خدمه وحده، هو تعرف على ديك الكلمه من السياق وما غاديش ينساها. ولكن شوف هاد الطريقه هذه. Close the door. Close the door. اقفل الباب. Close the door. اقفل الباب. هذه اللي سمعتي نفس الكلمه. هنا عقلك دار جوج ديال الخدمات وما غاديش يعقل عليها. علاش؟ حيت ما عندوش روابط كيفاش يتذكرها. ودخل هذه في راسك، الناس اللي كيعلموا بالترجمه كاملين راه كيعرفوا بان كيضيع لك غير وقتك وما غاديش تتعلم، وكيستمروا في نفس الطريقه على اساس المشاهده. ما غنقولكش هما خايبين، لا، ولكن الا قرب لا ترجمه ثق بيا حتى شي واحد ما غيتبعوه، حيت الناس باغيين غير الطريق السهله. وديما واحد القاعده، الطلب هو اللي كيحكم في العرض، فدخلها في راسك مزيان. وما غنزيدش نهضر على الترجمه حيت درت فيديو خاص كيهضر كيفاش تتعلم بلا ترجمه، غنخليه لك في الاخر. شوفوا، الا كنتي زيرو في الانجليزيه وباغي تبدا بطريقه صحيحه وتتعلم في اقصر وقت، هذا الباك فيه 4 ديال الكتب اللي غادي يعلمك خطوه بخطوه. اكسبريس انجليش هو الاهم، اللي فيه دروس وامتحانات وفيديوهات وحتى اغاني باش تتعلم بسهوله وباسرع طريقه. كونفرسيشن فيه اهم الجمل والمحادثات، غادي يعلموك تهضر في الشارع، في الخدمه وفي السفر وفي جميع المواقف اليوميه. الجراما اللي فيه غير القواعد الاساسيه باش تكون جمله صحيحه وتفهم اي موضوع. ستوريز اللي فيه قصص من حياتنا اليوميه، غادي يعلمك تقرا وتهضر بطلاقه وبلا خوف. والحاجه الزوينه في هذا الباك هو مشروح بالدارجه المغربيه باش ما تضيعش وقتك وتتعلم بسرعه. بكليك واحد تقدر دابا تنزلهم عندك PDF وتبدا تقرا. الرابط ديالهم وديال الفيديو اللي كيشرح كتاب بكتاب غتلقاهم في صندوق الوصف. المرحله 4، وزيد عليهم واحد 4 ديال الركيز اللي كتعتمد عليهم اللغه. بحال الطوموبيل، الا حيدتي ليها رويضه من هذوك 4 فشنو غادي يوقع؟ غادي تدخلك مباشره
وحتى اللغه نفس الشيء، حتى هي كتعتمد على 4 الحوايج اللي هي القراءه، الكتابه، السمع والتحدث. والا لقيتي شي واحد غتبدا تتعلم معاه وما كيستعملش هاد الربعه، هرب بحالك غادي تضيع غير وقتك. فما تجيش تقول لي انا تعلمت غير من الافلام ولا مشي لعبه، هذه ما كتسماش تعلمتي، هذه غير حافظ، والحافظ عمره ما كيهضر. راه بدون هاد الربعه ديال الاساسيات راه التعليم كيبقى ناقص وما غاديش تكون مزيان. 5. استعمل الصوت والصورة والحركة والسياق، وهذا هو السر اللي كيخليك ما تنسى حتى شي حاجة حفظتيها. إلا ما كانوش كل ساعة كتنسى وكترجع تعاود من الزيرو. العقل راه ما كيتعلمش بالكلمة بوحدها، كيتعلم بالروابط اللي كيديرها ما بين الحدث. فما نخليكش تالف ونقرب لك الصورة بهذا المقطع. هاد اللقطة اللي شفتي دابا تجمعوا فيها هاد الخاصيات كاملين اللي قلت لك، اللي هي الصوت والصورة والحركة والسياق. وإلا بغيتي تقول لشي واحد كلبك جيد ولا زوين غتتذكر مباشرة هاد اللقطة اللي شفتي. ولكن إلا عطيتها لك مثلا مكتوبة في كاغيط بحال هكا، واش غادي تعقل عليها؟ ما تكذبش. بحال هكا جود دوغ، كلب جيد ولا كلب زوين، واخا تجلس ساعة كتشوف فيها، يومين ولا نسولك عليها ما تعقلش. هذا علاش استعمل هاد 4 الخاصيات اللي قلت لك. النقطة 6. ما تهتمش بالاكسنت من الاول، وهذا هو اكبر خطا كديرو، هو انك كتبدا تتعلم الاكسنت و90% ما كيكملوش في التعلم غير بسبب هذا الشيء هذا. وهذا الشيء اللي كيديروا بعض المدرسين والمدارس باش يجبد بك واحد العام ولا عامين ويستافد منك. اجي بحال الا كنافقوا. لا قلت لك في الاول خاصك ضروري تختار الاكسنت، ودابا كنقول لك لا ما تهتمش بها. هادشي اللي سمعتي صحيح. الاكسنت كتختارها في الاول بحال واحد السكه، ولكن انت كتعلم اللغه ماشي الاكسنت. تعلم الكلمه تكون صحيحه بالنطق ديالها، ولكن الاكسنت خليها حتى الاخر. هاك شوف هاد اللقطه باش تفهم. I don't know. الكلمه اللي سمعتي دابا هي اي دونت ناو، هكذا كتكتب، ولكن واللي سمعهاش واش سمعتيها بهاد الطريقه. I don't know. ولكن النطق اللي سمعتي دابا هي ارو ناو، بحال شي واحد سولك ارو ناو ارون جيف ا شيت. فهنا انت سمعتي حروف اللي اصلا ما كاينينش، بحال حرف ار اللي ما كاينش ولكن كيتنطق تما. هذا علاش كنقول لك تعلم اللغه وخلي الاكسنت حتى من بعد، حيت كمبتدئ صعيب باش تنطقها بهذه الطريقه، كيخصك شويه د الوقت. وكاين واحد المرض اللي كيدور في الدول المتخلفه او اللي داز عليها استعمار، كلهم عندهم نفس العقليه ديال الاكسنت. ولو تقول الكلمه صحيحه ومضبوطه غينقص شي واحد يقولك لا خصك تقولها بحال هكا. ونزيدك هذا المرض راه قاص حتى المعلمين ديال اللغه، واحد مبتدئ مازال ما كيعرفش وكيبغي يلصق له في الحنجره ديالو الاكسنت امريكان ولا بريتيش، راه ما يمكنش. فراه غادي نقول لك الا تبعتي هاد الناس والحماق ديالهم نعطيك 10 سنين واقيلا وما تتعلمش. اجي دابا نوريك الناس اللي من المفروض انهم يحسنوا النطق ديالهم اولا الاكسنت، رغم ذلك ما كيحسنوهاش لان كيعتزوا بالاكسنت ديال البلاد ديالهم. شوف هاد اللقطه. It works. This is a great achievement. But at the same time you have as many Hamas fighters as you had the first day. So it doesn't work to dismantle the Hamas. هذا اللي سمعتي راك كتعرفوا راه رئيس ديال دوله وكيمثل شعب كبير، وماشي غير هو بل رؤساء الدول تقريبا كاملين كيهضر باللغه الاجنبيه ولكن الاكسنت ديال بلادو. فحبس حتى انت هاد الحماق وتتعلم اللغه بطريقه صحيحه وبنطق صحيح، وحتى تتعلم والاكسنت هي اللي غتولي كتلصق فيك لانك تكون كتستعمل داك الساعات اللغه. النقطة 7 هو غير اللغة ديال التليفون ديالك ولا أي مشقوف عندك في الدار، وهذا الشيء راني قلتو ديجا في الفيديو اللي فات، فراه ما غاديش نزيد نهضر معاك نهائيا إلا مازال ما غيرتيش هذاك الشيء، وما تقولش ليا باغي نتعلم، حيت هذه النقطة ربما خصها تكون هي الأولى خصك ديرها. النقطة 8 تفرج في الفيديوهات الطوال اللي كاينين في يوتيوب وبعد من الفيديوهات القصيرة نهائيا ما تدورش بها. أنا عارف غيجيك غريب هذا الشيء هذا، والأغلبية منكم كيتعلم غير من الفيديوهات قصار، كيشد كلمات جمل، فغنقول لك بعد منهم، حيت ربما انت راه ما عندك حتى شي فكره شنو كيوقع في الدماغ ديالك لداخل بهذوك الفيديوهات الصغار. فراه الفيديو الطويل بصح غادي يعلمك ويكون هذا الفيديو كيف ما بغى يكون، ولكن الفيديو الصغير راه ما كيعلمكش وكيعطيك غير واحد الجرعه ديال الدوبامين، والدوبامين كيولد الادمان وماشي التعلم، وماشي غير الادمان بل حتى النسيان، وكيحرق لك الدماغ ديالك، عمرك ما تتعلم شي حاجه. وهاد الهضره راه ماشي ديالي انا، راه داروا عليها دراسات كبيره، لو كان طالع عليها والاضرار اللي كيوقعوا في الدماغ ديالك بسبب الفيديوهات القصار فراه ما عمرك غدور بهم. ودابا سيدي ندوزو النقطة 9، ضروري تهضر مع شي واحد. هاد النقطة راه ضرورية وبزاف. غتقول لي لا راه ما عنديش مع من نهضر، فانت كتعلم وواحد اخر كيشوف عاوتاني هاد الفيديو كيتعلم وبجوج بيكم باغيين تهضروا وما لقيتوش مع من هضروا مع بعضياتكم اصاحبي. هبطوا للتعليق، ديروا جروب، تلاقاو، تعلموا بعضياتكم.
وفي حالة ما تعلم تهضر حتى بوحدك راه مزيانه، ولكن الا لقيتي صديق مزيانه ليك. وخليني نزيدك واحد الحاجه باش تدخلها في راسك، راه ما كاين حتى شي واحد غادي يجي يعلمك. واش عرفتي علاش؟ حيت كل واحد ملتزم بالوقت ديالو. كاع هاد الناس اللي كتشوف عندهم لي شارج وكيجري باش يخلصهم، والوقت هو اللي كيحكمنا حنا كاملين. هذا علاش مهم اختار واحد من التعليقات وبدا تتعلم انت وياه. اسيدي ودابا وصلنا للنقطه الاخرى اللي هي مهمه ليك بزاف بزاف، وثق بيا راه ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يقولها لك، واللي قالها لك ماشي في الصالح ديالو نهائيا، وغادي يضرو اكثر ما غادي تنفعو، وصيغتو الا كان كيقري اللغه. يلا واش واجد باش تسمعها؟ اسمع مزيان. ملي توصل لواحد المستوى اللي هو صغيور في النطق، في الفهم ديال الكلمات وفي القراءه، بغيتك تبعد من الناس اللي هما ماشي نايتيف سبيكرز او لا ماشي المتحدثين الاصليين. شكون هما هاد الناس؟ ها واحد منهم وما جا وراهم. ما بغيتكش تدور في هاد القنوات، ينفع تخرج من الأوان ولا الاتو، ما بغيتكش تدور هنا. خذ هاد النصيحه لان غتغير معك كلشي وغتبدل لك الطريقه باش كتخدم. في البدايه عادي تبع واحد الشخص باش يساعدك تفهم، ولكن غير توصل لهذاك المستوى ديال الفهم شويه غير الوجهه. فالمرحله الاولى كنتي انت يلاه كتحبو، كنتي باغي تتعلم بعدا غير تمشي. فهاد اللحظه راك وصلتي للمشي، فخاصك تتعلم تجري، وباش تتعلم تجري خاصك تمشي عند النايتيف سبيكرز. وإلا بقيتي مع هاد الناس هادو اللي تعلمتي معاهم تمشي، غتبقى ديما غير كتمشي. الا مشيتي غير الفيديو اللي حطيت قبل في التعليقات، غتلقى ناس اللي عندهم بي A و بي 2 وكيقول لك دير لنا دروس. فغنقول لك الصديق بلاصتك ماشي هنا، بلاصتك مع النايتيف سبيكرز. سير لعندهم يعلموك، اختار شي واحد اللي غترتاح معاه وبدا المسيره ديالك ديال التعلم. وحتى في حاله ما درنا دروس ما غاديش نديرهم باش نعلمك، غنديرهم باش نساعدك. التعلم كيجي منك انت، راه ما كاينش اللي غادي يعلمك. نقدر ندير فيديوهات نساعدك تولي تقرا تكتب تهضر تنطق وبلا ترجمه، وبزاف ديال المزايا غتربحهم، ولكن كلشي كيعتمد عليك انت. التعلم كيجي منك، وانا اللي عليا هي المساعده. فخذ هاد النصائح اللي عطيتك كاملين بجديه لانهم راه غيفيدوك انت بزاف. ودابا وصلنا للنقطه ديال الاختبار باش نشوفك واش كتعلم غير من هذاك الشيء الصغيور ولا لا. ما غنقولكش شحال من كلمه ذكرنا بالانجليزيه في هذا الفيديو، ولكن غادي نسولك. واحد الشخص كان راكب في الطوموبيل مع الكلب ديالو، شنو قال له؟ ما تنقلش من صحابك اللي كاتبين التعليق، وما ترجعش للفيديو زعما باش تشوفها، وإلا كتبتيها بالغلط غنصححها لك. راني خليت لك الفيديو اللي كيشرح الكتبه، الروابط ديالهم في صندوق الوصف، وهذا الفيديو كيفاش تتعلم بلا ترجمه. تهلا ليا في راسك ونشوفك شي فيديو واحد اخر.